سياحي. اهلا بيكي معانا يا دكتوره ميرفت، وشرفتينا ونورتينا، وموضوع يعني متميز يمكن محتاجين ساعات وساعات علشان نتكلم عنه. اكيد. لكن اسمحي لي في البدايه كده، دايما بنقول مصر فيها تلت اثار العالم، يعني فسري لي هذه الجمله او هذه الكلمه، هل هي في الاقصر واسوان بس ولا هي تلت اثار العالم في مصر كلها؟ لو هبتدي كلام عن مصر هنقول يسبق كلامنا سلامنا يطوف على السامعين معنا، عصفور محندق مزقزق كلام موزون وله معنى. مصر يما يا بهيه، يما طرحه وجلابيه، الزمن شاب وانت شابه، هو رايح وانت جايه، جايه فوق الصعب ماشيه، فات عليكي ليل ومية، واحتمالك هو وابتسامتك هي، تضحكي للصبح يصبح بعد ليله ومغربيه، تطلع الشمس تلاقيكي مع جبانيه وصبيه. ده اللي عملته مصر حاليا للعالم كله في السياحه الثقافيه وافتتاح المتحف المصري الكبير. لا ثانيه واحده يا دكتوره ميرفت بقى، حضرتك اللي كاتبه الكلمات الجميله دي؟ لا، احمد فؤاد نجم طبعا، الشاعر الكبير. دي كلمات جميله قوي، فكرتينا بيها كده، وبدايه جميله جدا جدا ليكي يا دكتوره ميرفت. ميرفت. اقل حاجه واقل كلمات نقولها عن مصر الحبيبه، اقل حاجه. جميله قوي قوي قوي، اتفضلي. انا هتكلم عن السياحه الثقافيه واقول مصر مهد الحضارات ومهد الفراعنه ومهد الحضارات على قرب 3500 صحيح. قبل الميلاد. مصر عملت اعجوبه العالم كله، لفتت ليها الانظار في الاونه القادمه، في قاعه المحاكاه لتوت عنخ امون، في السياحه الثقافيه والموروث الثقافي لدى المجتمع لينا المحلي هنا. هو مصر مهد الحضارات والديانات والطوائف، جمعت ما بين الحضارات اليوناني والروماني والقبطي على مر العصور القديمه، في فتح اول قاعه محاكاه في العالم، وفتح اكبر متحف للعالم اجمع لفتح الاثار المصريه القديمه وقاعه توت عنخ امون. جميل جميل جدا جدا. طيب مقولة تلت آثار العالم دي بقى دكتورة ميرفت، برضو فسري لي هذه الكلمة، لأن اختلفوا عليها الحقيقة أساتذة السياحة والآثار. البعض بيقول صح، البعض بيقول لا مش مظبوطة قوي، البعض بيقول فيها أكتر من تلت آثار العالم أو أقل. يعني قولي لي بقى باعتبار حضرتك ليكي دراسات يعني وأخذت الدكتوراه في هذا المجال. أكيد. هنقول المعلومة ديت اختلفت عليها بعض العلماء، بس هقول نرجع لجدران المعابد المصرية والأهرامات والبرديات. ماذا تقول البرديات المصرية والمتاحف عندنا؟ مصر تمتلك أكثر من آثار العالم، أو كل آثار العالم والحضارات مرت على أرض مصر. ثلث آثار العالم أكثر في منطقة الأقصر ومدينة الأقصر، تروي على جدران المعابد والبرديات المصرية القديمة. يعني الأقصر بس لوحدها الحضارة المصرية الفرعونية القديمة 30 أسرة على مر التاريخ. نيجي نتكلم عن الأهرامات والمتاحف المصرية العظيمة. عايزة أقول لحضرتك على حاجة، تخيلي إن قيمة المتحف المصري العظيم إن هم يعرضوا أكثر من 50,000 قطعة أثرية. مصر تمتلك العديد والعديد لأنها اختلفت. نيجي نقول نلقي نظرة على المعابد والكلام المنصوص على جدران المعابد المصرية والبرديات، أكثر من ثلث آثار العالم. أكثر من ثلث آثار العالم أكيد. في محافظة الأقصر فقط. أكيد. أكيد طبعا. حاجة مشرفة وحاجة جميلة أكيد. جدا، مهم إن كل مواطن مصري يعرفها ويعيها، لأنها فعلا بتزيد من فخرنا وبتزيد من اعتزازنا ببلدنا الجميل. إحنا طبعا الحضارة الرومانية العظيمة والحضارة الفينيقية العظيمة في لبنان جت هنا، هو كملت باقي الحضارات هنا، هو في اسكندرية، والحضارة الرومانية واليونانية انتهاء بالدولة القديمة الفرعونية. كل محافظة هنا مصر تروي العديد والعديد من الآثار. عند حضرتك اسكندرية العظيمة اتبنت فوق صرح عظيم من المدينة والآثار الغارقة في عصر اسكندر الأكبر وكليوباترا السبعة. فتحكي كثير والكثير. صحيح تاريخ مشرف. طيب ننتقل بقى للمتحف الكبير اللي يعتبر بالفعل يعني أحدث الأمور في مجال السياحة والآثار والاستعداد لافتتاح هذا المتحف بشكل رسمي. يعني احنا عارفين ان في تقريبا هذه الايام زي افتتاح تجريبي كده لاجزاء من هذا المتحف بالزبط. وفي افتتاح لقاعة المحاكاة لتوت عنخ امون. كلمينا كده عليها بشكل سريع. انا عايزه اتكلم عن المتحف المصري الكبير، هنحتاج يجي 60 حلقة 70 حلقة ساعات وساعات، ولكن سريعا يعني سريعا هنقول المتحف المصري الكبير الهرم الرابع لمصر.
في افتتاحه ومقتنياته والصرح العظيم للملك الكبير الملك رمسيس الثاني في الصرح والبهو. نيجي نتكلم عن توت عنخ آمون، مصر عملت حاجة رائعة في الآونة الأخيرة، قاعة محاكاة إن احنا نعيش قصة الملك الصغير توت عنخ آمون وقصة توليه العرش من عمر 9 سنوات لغاية ما توفى، إن أنا هجيب السائح المصري عندي يعيش تجربة الفرعون الصغير. وكمان ملحق بالمتحف المصري الكبير متحف لأنواع النباتات وأنظارها زي ورق البردي إزاي يتم تصنيعه. كمان ملحق بالمتحف قاعة لترميم الآثار ووجه توت عنخ آمون والتابوت الذهبي والعصاية الذهبية. إن احنا نحكي قاعة مقتنيات أو إن أنا أعرض شو إعلامي أو عرض صرح كبير زي توت عنخ آمون، أقول طبعا المتحف المصري الكبير. وتعتبر طبعا إن المتحف يعد من أهم الوجهة السياحية في العصر الحالي، يعني في العصر الحديث يعتبر. تمام، جميل جدا جدا. طيب احكي لي برضو كده سريعا، يعني بتقولي محاكاة لتوت عنخ آمون وازاي عاش هذا الملك الصغير، ازاي هتكون؟ يعني عايزين كده يبقى في عنصر تشويق للمشاهد ان هو يروح ويزور ان شاء الله لما يتم افتتاحه بشكل رسمي. يعني افتتاحه طبعا هي زي عرض محاكاة، قاعة 3D او 4D، ان احنا بنعيش السائح تعالى هنا هو تعيش ايام الفراعنه والقصه اللي هيحكيها الملك توت عنخ آمون من توليه العرش والمقتنيات والمقبره تزامنا مع اكتشاف مقبره توت عنخ آمون في شهر فبراير اللي احنا نوفمبر الحالي اللي احنا فيه نوفمبر. وتم اكتشاف المقبره عام ديسمبر بقى ديسمبر طبعا. هو العرض مشوق لغايه 16 ديسمبر، العرض شغال قاعه المحاكاه، ويتم افتتاح المتحف الكبير في شهر فبراير لغايه مايو 2024. جميل قوي قوي. ده هيبقى حدث يعني عالمي ضخم كمان جدا جدا، كلنا متشوقين لمتابعه هذا الحدث. آمون يعني غرائر طبعا اوبرا عايده اللي تم افتتاحها، وقاعه نقل المومياوات من المتحف المصري في التحرير نقلها في المتحف المصري الكبير. يعملوا شو اعلامي ضخم جدا. حتى العالم حاليا بيتكلموا عن قاعه المحاكاه، وان احنا نعيش تجربه الفرعون الصغير وازاي ان هو عمل الثروه الجميله الطائله. يعتبر اول مقبره في التاريخ تكتشف كامله بالتوابيت الذهبيه، بالعصا الذهبيه، بالقناع الذهبي. ويعتبر انا بالنسبه لي من وجهه نظري يعني انظر قطعه اثريه في الدنيا، ليس لها كمثيل في العالم كله. وما ياتي السائح لينا بينبهر بالحضاره المصريه. والمتحف المصري هو الهرم الرابع لمصر. انا اطلقت عليه كده. في كتير جدا من السياح من كل دول العالم يعني فعلا شغوفين بدراسه الاثار المصريه القديمه. واعتقد الالمان تحديدا، الشعب الالماني كمان الاسواق السياحيه المصدره الاولى للسياحه في مصر، السوق السياحي الامريكي، الالماني، الانجليزي، الصيني، الهندي، الايطالي. يعني البعض منهم بيروح يزور المناطق الأثرية في الأقصر وأسوان ويبقى كاتب كده معلومات أو بيبقى عارف معلومات يمكن أكتر مننا كمصريين، ودارسها دراسة متعمقة جدا جدا. يعني عندهم فعلا شغف وعندهم حب للآثار المصرية غير طبيعي. احنا حتى الآن محط انظار العالم كله في الحضارة المصرية القديمة. وإن بيجي الساحل الألماني بينفق حلو قوي، متوسط الدخل بتاعه حلو قوي، الأسواق الواعدة لمصر. صحيح. طيب كلميني على انواع السياحه المختلفه. يعني احنا بنقول السياحه الثقافيه، بنقول السياحه الشاطئيه طبعا في شرم الشيخ وغيرها من شواطئ مصر الجميله، السياحه الدينيه والجوامع والمساجد اللي موجوده عندنا اللي ليها تاريخ مشرف جدا، السياحه التعليميه، واستحداث انواع جديده من السياحه زي سياحه المؤتمرات والسياحه العلاجيه في مصر. كل هذا التنوع السياحي الجميل اللي موجود في مصر كيف يكون له اثر ايجابي على دعم السياحه المصريه؟ احنا عندنا تنوع كبير جدا في انواع الانماط السياحيه المستحدثه في محور قناه السويس الجديد، وابتكار انماط سياحيه مستحدثه زي السياحه السوداء، السياحه العسكريه، سياحه الحروب، السياحه الثقافيه، ودمجها بالانماط السياحيه الاخرى زي انشاء متحف مستنسخ للاثار الغارقه زي اللي معمول في اسكندريه. يبقى جاي السائح عندي سياحه ترفيهيه، لا
ادمج النمط ده بالنمط الثاني. عندي سياحه ثقافيه واثريه وتاريخيه، اعمل انشاء تلفريك عشان احط للسائح تعالى اتفرج على منطقه الاهرامات الجميله وانزل لمشاهده عبق التاريخ عندنا. هاجي اتكلم عن سياحه المنضاد عندي في الاقصر والاثار كلها، ادمج معاها السياحه الاستشفائيه. كل نمط بيبتكر نمط اخر، وان انا اجيب الانماط السياحيه واجمعها في برنامج سياحي واحد، ان انا كده هجيب اسواق وشرائح سياحيه جديده جدا. اقول لهم احنا عندنا تنوع، مش سياحه ثقافيه ولا تاريخيه ولا روحانيه ولا دينيه ولا سانت كاترين. احنا عندنا كل الاماكن هنا في انواع مصر. السياحه. طبعا طبعا احنا مصر هنا هو محط انظار للعالم كله. وفعلا فعلا بجد انا مبسوطه جدا ان المتحف المصري الكبير وقاعه المحاكاه والمتحف الاتوني والمتحف بسوهاج، كل المتاحف دي مشاريع مستقبليه لمصر اكيد في الاونه القادمه. اكيد. طيب يا دكتوره، شايفه حضرتك ازاي بقى وعي المجتمع، يعني المواطن العادي خالص مش خبير سياحي ولا بيشتغل في مجال السياحه، ولكن مواطن مصري بيشتغل في اي مجال من المجالات، شايفه ازاي وعيه وازاي يعني تقديره لقيمه السياحه وكيف تكون مصدر هام من مصادر الدخل القومي؟ احنا هنقول جمله حلوه قوي بقولها، احنا خير السفراء لبلادنا الحبيبه مصر. صحيح. انت خير سفير. اما يجي السائح اول ما يوصل مطار مصر كده وينزل، الويلكم بتاعنا ان احنا بنستقبله بالورود والكلمه الطيبه. انطباع السائح لاول مره في مصر هنا اهوت، طبعا انا باخده ان انا اروح بقى تعالى منطقه الاهرامات، عندي نزله السمان. كل الناس ده مجتمع محلي. هناك نزله السمان ابرعت في الاحتكاك بالثقافات الاخرى للسائحين، في اللي هو ان انا اعمل عاديات وحاجات بسيطه زي ورق البردي في طبعا معهد البرديات في شارع الهرم، ان انا اديله برديه، اديله حاجه عن تراث مصر. المجتمع المحلي هنا هو هيجي زي احتكاك لده السائح، ان انا اعرفه ازاي اني انا اقول له اتعلم مع السائح. احنا عايزين ثقافه واقتصاد للدوله بتاعتنا واقتصاد لمصر. اشوف يعني زي ما بيقولوا عندنا في الاقصر بالبلدي، انت ده ببرز المصريين كلهم، فلازم صحيح. تكون يعني واجهه مشرفه لمصر. صحيح. يعني بكلمه واجهه مشرفه لمصر دي دكتوره ميرفت بنختم مع حضرتك هذا اللقاء القيم الجميل. ومهم جدا ان احنا كلنا كمصريين، كل مواطن مصري شريف ومخلص وحريص على صوره بلده لازم يكون واجهه مشرفه لمصر، سواء داخل مصر او خارج أكيد مصر. أكيد طبعا احنا خير سفراء لبلادنا مصر، ولازم ان احنا يكون لدينا الوعي الكافي في معامله السائحين، وان احنا بجد مصر تكون نقطه جذب للعالم كله في محط الانظار في السياحه الثقافيه. السياحه يا جماعه ليها قيمه كبيره جدا جدا ومصدر هام من مصادر الدخل القومي، واحنا في امس الحاجه لهذا المصدر في هذه المرحله. احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء.